طبعا ما حدث من أحداث واشتباكات عسكرية في مدينة القامشلي مؤخرا على مدى 3 أيام من قوات الإدارة الذاتية من جهة والنظام وميليشياته التابعة له من جهة أخرى. طبعا حدث سابقا عدة اشتباكات كان في أماكن تواجدي في القامشلي أو في مدينة الحسكة، لكن هذا الاشتباك تطور أكثر وأخذ بعدا أكثر على مستوى القامشلي. طبعا معروف مدينة القامشلي موجود مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية وقواتها الأمنية التي تحافظ على الأمن داخل المدينة، لكن استفزازات بعض الميليشيات التابعة للنظام أدت وبعض الأفعال التي قاموا بها من اعتقالات وهجوم على دورية أسايش أدى إلى أن يكون هناك رد فعل قوي وحاسم من طرف الأسايش وبمؤازرة أيضا وحدات حماية الشعب. طبعا هذه كانت صراحة أيام عصيبة على أهالي القامشلي المدنيين. كان هناك مخاوف من أن تتطور أكثر وأكثر هذه الاشتباكات العسكرية، لكن بالاتفاق الذي حصل بين الطرفين وأهم وقف إطلاق النار وبعض البنود الأخرى التي نجدها بشكل عام هي لصالح الإدارة الذاتية الديمقراطية، ويجب تطبيق ما تم عليه من قبل النظام، خصوصا ما يخص الميليشيات التابعة له وإخراجها أو حلها، بالإضافة إلى بنود أخرى بشكل عام هي جيدة وإيجابية تأتي لصالح الإدارة الذاتية الديمقراطية من جهة ولصالح المدنيين أيضا من جهة أخرى لتوفير الأمان ضمن مدينة القامشلي التي يوجد كثافة سكانية كبيرة فيها، ونلاحظ من خلال قصف بعض القذائف من النظام بأحياء سكنية أدى إلى استشهاد العديد من المدنيين وعشرات من الجرحى. طبعا أتوقع أن يكون هناك التزام بما تم الاتفاق عليه وخصوصا وقف إطلاق النار، لكن نقول بأن هناك ميليشيا الدفاع الوطني يعني ربما حتى من الصعب يعني السيطرة عليها حتى من قبل النظام، لذلك يجب أن يكون هناك حل سريع لحل هذه الميليشيات أو على حتى أن إخراجها من القامشلي لمنع حدوث أي استفزازات أخرى التي من شأنها أن تكون أيضا فتيل لنزاع آخر. وجودهم يعني أصبح عالة على أهل القامشلي صراحة. هناك الكثير من الأعمال التي يقومون بها أيضا تجاه المدنيين بسبب السلطة التي تعطى لهم ضمن نطاق حركتهم في المربع الأمني الموجود وبعض طبعا بشكل عام يعني ما حدث من اشتباكات إن كان على المكون المسيحي أكيد لا يريد أن يحدث أي اشتباكات عسكرية ضمن المدينة، وهذا أيضا يأتي ضمن غالبية المدنيين الموجودين ضمن هذه المدينة. لكن بشكل عام كأحزاب ومنظمات سريانية مشاركة بالإدارة الذاتية أيضا هي ترغب في أن تتعزز إدارتها ضمن مدينة القامشلي خصوصا من الناحية الأمنية، أن يكون هناك حل لهذه الميليشيات التابعة للنظام. يعني هذا يأتي لصالح المنطقة بشكل عام ولصالح مكوننا ولجميع المكونات التي تعيش إن كان ضمن مدينة القامشلي أو بشكل عام مقاطعة الجزيرة، حتى أن كان هناك ربما الحياديين أيضا يعني همهم الأول كان أنه أن يقف ويحصل اتفاق وهدنة، وفيما بعد يتم الاتفاق على الأمور الأخرى.
وخصوصا كان بعض الاشتباكات التي كانت ضمن مناطق مكون السرياني الأرمني أو المسيحي بشكل عام، في حي الوسطى القريبة من شارع الكورنيش، وكذلك في حي الغربية أيضا الاشتباكات التي حصلت في المربع الأمني. نقول الرحمة للشهداء المدنيين العسكريين، والشفاء للجرحى عموما.